لفت نظري تعليقات كتيرة، أنتم ليه في مصر مش بتحطّوا حشوات في الكيك؟ لأ يا جماعة إحنا بنحط حشوات في الكيك وكل حاجة، ده إحنا عندنا أحلى حاجة تتحط جوّه الكيك، بس الفكرة هي الناس مش حابة أو الناس هي ما طلبتش، فأنا مش هاروح أعمل order وأحط مثلًا فيه بيستاشيو وصاحبة الorder ما بتاكلهوش، إحنا طبعًا عندنا حشوات إضافية، لإن في حشوات بتكون مكلفة جدًا إحنا ما ينفعش نحطها مع سعر الorder، فإحنا بنقول لِك على أسعار الorder العادية، وأنتِ لو حابة تضيفي حشوة بنقول لِك بتبدأ من كذا. بس بقى عندنا الحشوة بتبدأ عندنا من 50 جنيه، سواء بقى أنتِ حابة تحطّي مكسرات أو حابة تحطّي فواكه فريش بتاعة الموسم، أو لو حابة تحطّي لوتس أو نوتيلا، طبعًا النوتيلا إحنا بنحطها من عندنا هي وصوص الفراولة، في حشوات تانية زي اللوتس والكندر وبيستاشيو وفرو روشيه ورافاييلو، كل الحشوات موجودة عندنا، وكمان مش عايزة أنسى التوفي ومربى الحليب والحشوات الأساسية اللي هي بلو بيري وروزبيري وكريز، دي من ضمن الحشوات الفخمة، وكمان باقول لكم بتبدأ معانا برضه من 50 جنيه، يعني السعر رمزي وهتاكلي order مختلف. طالما هتطلبي order بحشوات لازم تكوني عارفة أقل حاجة تطلبيها قبلها ب48 ساعة عشان الكيك يقعد معانا في قلب الحشوة، ولمّا تيجي تاكلي الكيك تقدري تقيّمي وتقولي لنا رأيِك فيه. طيب زي ما أنتم شايفين كده إحنا اشتغلنا على الكيك، والحشوات بتاعتنا ما شاء الله الكريمة بنحطها بنفس سمك الكيك، عشان في ناس بتفكر إن إحنا بنحط لمسة كريمة، لا يا جماعة شوفوا أهو على المَلأ واللي جربنا أكيد عارف الكلام ده كويس، والحمد لله كل اللي جرب الشغل بتاعنا والكيك بتاعنا عارف إن إحنا بنستخدم أعلى quality موجودة في السوق. أشوفكم في order جديد، باي باي.